الصباح إلى أي مكان ينتهي إلى مسامعهم أنه تتوفر فيه مياه، أو أن سيارة مياه جاءت إلى منطقة مجاورة وهي تحاول توزيع هذه المياه، ويذهب وعلى أتم الاستعداد تضم مواد غذائية أو تموينية أو حتى كميات من الوقود وغيرها التي يمكن أن ترصد هذه الجبهة بمجملها للصمود أكثر فأكثر في وجه هذا الحصار المضروب مرتين على مدينة غزة وشمال القطاع، فضلا عن كونه مضروبا بشكل غير مسبوق على كامل قطاع غزة في ظل هذا الإغلاق التام للمعابر. حتى معبر رفح بعدما تم إعادة فتحه بالتأكيد دخل منه. محتارة تعملي ايه للغدا؟ محتارة تعملي ايه للغدا؟ أكلة سريعة كده. عندي لحمة جاهزة، عندي لحمة بالبصلة بتاع الكفتة جاهزة. عرفتي؟ ولا تحيري نفسك، بدل عندك الحاجة جاهزة في التلاجة، عندك الحاجة ومفرزاها في التلاجة، ولا تتعبي نفسك. دلوقتي هتعمليها دلوقتي أكلة سريعة وأكلة عظمة على عظمة. عرفتي انت ما توفري بقى وقتك، ودي اللحمة عندي جاهزة في الفريزر، طلعتها وشوف انا هعمل فيها ايه. ولا احلى من كده، ولا تتعبي نفسك. زيت قطعة الزبدة والحبة الزيت. ما تقلبهاش لما تلسيها خالص. البصلة مكان الكفتة. الكفتة كده حتة تومة، دي مكان الكفتة. معلقة دقيق، بعد ما معلقة الدقيق تتحمر شوية، تاخد لها تحميرة كده شوية، نحط كوباية مية. كوباية مية
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله